السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديده على القناه في اطار تحضيرات لشهر رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو ان شاء الله باذن الله. اليوم غادي نشارك معكم بليغات ديال الزنجلان اللي كيجيو معسلين ورائعين ولذاذ بزاف ديال الدار، ما كاينش محسن منهم ومحبوبين للجماهير، كلشي كيبغيهم، بديلين الشباكيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضرهم معكم بطريقه جد سهله ومبسطه، وبغي بربعه الزنجلان غادي نخرجوا كميه وفيره ديال البليغات. كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم، تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبدا لكم بها البنات وهي المكونات اللي غادي نحتاجو في التحضير ديال البليغات ديالنا. كيف كتشوفوا معايا عندي 250 غرام ديال الزنجلان اللي منقي ومحمر من قبل، رابعه ديال الزنجلان، رابعه ديال الفورص اولا 250 غرام دقيق نوعيه ممتازه ديال الحلويات، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع مطحون، معلقه صغيره ولا نص خماره ديال الحلويات، نص كاس ديال ماء الزهر، معلقه ونص ديال زيت نباتيه، وجوج معالق عامرين ديال الزبده مذابه، صفر ديال البيضه عندي هنا غير الصفر، وقبيصه ديال الملحه، اي بيان سور الماء عادي ديال الروبيني باش غادي نعجن الخليط ديالي. دابا غندوز معكم مباشره لطريقه التحضير وبالتدقيق، تبعوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. كيف كتشوفوا معايا البنات تماما خديت قصريه فاش غادي نخلط العجين ديالي. غادي نغربل 250 غرام ديال الدقيق، اي رابعه، ولا اللي بغى يعبر بزلافه ديال الدقيق. نفس الكميه ديال الفورص هي نفس الكميه ديال الزنجلان. عندي هنا 250 غرام ديال الزنجلان اللي بيان سور منقي ومحمر من قبل، عندي نص خماره ديال 8 غرام يعني عندي 4 غرام، عندي شويه ديال النافع يعني قمت معلقه صغيره ديال النافع اللي طحنته، وغنزيد عليهم معلقه صغيره ديال القرفه اللي حتى هي غادي نغربلها. بالنسبه للنواشف كلهم من الاحسن نغربلوهم باش هكا ما يبقى لينا حتى حبيبات اولا شي حاجه اللي غادي تهرس لنا العجين ديالنا. غنخلط النواشف اللي عندي كاملين بيديات حتى كينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نزيد عليهم السوائل بما فيهم 2 معالق ديال الزبده دايبه، 2 معالق كبار بيان سور. عندي البنات هنايا معلقه ونص ديال الزيت نباتيه، اصفر ديال البيضه ما كنديرش البيض، وكنخلط وكنضيف معاهم نص كاس ديال ماء الزهر. بالنسبه لهذا العجين هذا نص كاس ديال ماء الزهر، وكنضيف شويه ديال الماء يعني ما كيكفاش بزاف ديال الماء. اللي بغى يعجنها غير بماء الزهر بوحديته من الاحسن، يعني ديروا الماء الزهر وافي على الماء العادي باش كومسا كتجي فيها النكهه ديال الزهر، كيجي بنينين بزاف البنات بهذه الطريقه هذه. وكنخلط العجين ديالي كيف كتشوفوا معايا تماما في الفيديو حتى كنحصلوا على عجين اللي متماسك وشاد في راسو. بالنسبه للعجينه ديال هاد البليغات كتجي شويه قاصحه ما كتجيش قاصحه بزاف البنات، يعني 250 غرام ديال الدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم كيفاش داير واش كيشرب ولا لا. ولكن بالنسبه للعجين كتجي شويه قاصحه وما كتجيناش جاريه بزاف. كنقسم العجين ديالي البنات كيف غتشوفوا معايا على 3 اولا على 2، وغادي ندخلوا للثلاجه يرتاح ليا شويه بما شد ليا في راسو، ومن بعد عاد باش غادي نبدا نشكل البليغات ديالي. وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه كله باين وواضح في الفيديو. هنا البنات بين ما ارتاحت ليا العجين ديالي يعني لو طون اللي كديباراسيو فيه لو بلون دو طرافاي ديالكم وكتخليو العجين كيرتاح واحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه، غادي نخرجو من الثلاجه وغادي نبدا نطلق العجين ديالي عادي. خديت مراشم صغيورين ولا تقدروا تقطعوا العجين ديالكم بالجراره، المهم انا كندير المرشم باش كومسا كيجيوني مقادين عبار واحد. وكنبداو كنديروا شويه ديال الدقيق وكنطلقوا العجين ديالنا يعني اللي كتكون عجينه رقيقه بزاف باش ما يتفخش لينا ولا يجيونا البليغات ديالنا غلاضين في القليان، لانه ديجا فيهم داك شويه ديال الخميره باش ما يخمروش لينا بزاف ويطلقوا لينا يعني يجيونا غلاض مدقسين، يعني كيجيو رقيقين وكيجيو تخوفين صراحه، كيجيو رائعين. كيف كتشوفوا كنبدا نقطع بالمرشم وكنبدا نلوي البليغات ديالي وكنلصق، كيجيونا البنات على هذا الشكل كيجيو رائعين وتقاده وحده، كيجيو لذاذين بزاف وزوينين البنات. المكونات اللي فيهم كلهم متوفرين عندنا دابا شهر رمضان، كل شيء هادشي متوفر. ديجا غير كميه صغيره ديال الزنجلان كنا نحضروا كميه وفيره من البليغات. بالنسبه للناس اللي ما كيصاوبوش الشباكيه، يعني انا ما كنصاوبش الشباكيه صراحه، مي كنزعم على هاد البليغات هادو كنصاوبهم دغيا غير بوحديتي كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. وخلاص الشباكيه ضروري الدور ديالها غير كناخذها من عند شي سيده كتصاوبها كومسا، كنشجعوا حتى الناس اللي كيديروا هاد لي بروجي هكا في
رمضان الله يسهل عليهم كنتعاونوا معاهم شي حاجه كنصوبوها شي حاجه كنشريوها هاي كوم سا سباس الله يسهل على الجميع ويسخر الامور للجميع. هنا البنات كناخذ حدايا شي بلاطو ولا شي حاجه فين كنحطهم غير هو البنات اللي ناكد لكم عليه وهو عقلوا على من اول وحده حتى لاخر وحده لانه في القليان ضروري اننا نعقلوا على اول وحده هي اللي نبداو بها حتى لاخر وحده باش كومسا الاولى كتكون نشفات وشدات في راسها وما كتفرقعش لينا بتاتا في القليان ماشي بحال اللي كتكون باقا جديده يلاه مطلوقه ويلا يعني قيسينها بيدينا كتكون باقا سارده. كنستمر البنات على هذه العمليه حتى كنكمل العجين ديالي كامل وكنكمل لي بول ديالي كاملين وغندوز معكم للقليان والتسهيل ديال البليغات ديالي. وهنا البنات بعد ما كملت طويان ديال البليغات ديالي كاملين الصراحه كتجي واحد الكميه وفيره. انا بالنسبه ليا كنخرج تقريبا حتى 100 حبه ديال هاد البليغات فريمون كتجي اون كونتيتي اللي كبيره بكميه صغيره ديال الدقيق وديال الزنجلان. هنا غندوز معكم مباشره للقليان ديالهم. بالنسبه اللي بغى يخليهم يبقاو ماشي مشكل واحد المده. انا هنايا غير بين ما وجدت يعني العسيله ديالي حطيتها دو كوتي الزويته حتى هي كنديرها. انا كنفضل نقليهم في حاجه اللي تكون غارقه بحال هذا الشكل باش ما كنحتاجوش اننا كل مره نبقاو نقلبوهم. كل ما كتكون حاجه غارقه كل ما الزيت كيكون يعني طالع وكنلوحوا الشباكيه ديالنا ولا البليغه ديالنا كتقلى كامله كي الفوق كي التحت ديالها. فبعد ما البنات كنسخن الزيت مزيان. بالنسبه للزيت خصو يكون فريمون سخون كنشعل عليه حتى كيسخن مزيان كيطلع منه الفار ومن بعد كنقص كنخلي العافيه موين وكنبدا ندير في البليغات ديالي شويه بشويه وكنحضيهم. بالنسبه للبليغات البنات راه ما كيتحمروش بزاف لانه ما فيهم حتى شي ملون ولكن كتبان فيهم التحميره وكتحسوا بهم بانهم تقرمشوا بانهم طابوا. كنبقاو نقلبوهم هكا مره كنقلبوهم باش كيتقلاو لينا كاملين. كنحط العسل دو كوتي كنحط البنات شي شبيكه فين نصفيهم لانه دي فوا كيكونوا كيتعسلوا وتقلات القليه الاخرى وكنعسلهم بالطريقه اللي كتشوفوا معايا تماما في الفيديو. بالنسبه للعسل راه هو اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف اللي بغات تعرف العسل. الصراحه عسل ناجح 100%. هذا العسل هذا دازت مده وراكم شفتوا معايا في الفيديو كيفاش كيسيل وكيفاش كيهبط شاد في راسو ما قاصح ما محجر ما حتى شي حاجه. كنديروا هكاك بارد ما كنسخنوا ما والو ديجا كتحطوا فيه المعسله ديالكم اولا كتحطوا فيه البليغات ولا الشباكيه ولا اي حاجه درتو فيه ولا البريوات راه كيجرى اوتوماتيكمون لانه سخانين كيسخن. دونك كنعسلهم وكنخليهم كيشربوا مع بعضياتهم ما كيطرطقوا ما كيتفرقعوا ما والو. البنات تبعوا نفس الطريقه وان شاء الله غينجحوا معكم ما تعكزوش عليهم كيجيو اكثر من رائعين. صافي البنات كنحط حدايا هنايا الصفايه تكون هكا كبيره العوينات ديالها كبار باش كيتصفى لكم داك العسل ما كيجوش شاربين العسل عاوتاني بزاف. سورتو الا كان عندكم العسل ناجح وزوين راه كيلصق عليهم كيلصق ما يمشي متى شي حاجه وكيبقاو شادين العسيله ديالتهم. كلشي البنات على العسل سي بور صا في لا فيديو ديال العسل قلت لكم صوبوه مده قبل باش تشوفوا واش ناجح ولا ماشي ناجح واش كيصبر واش كيشد ولا ما كيشدش. وهكا غنكون ساليت البليغات ديالي وغنخليهم واحد المده كيتسقطروا وغندوز معكم نوريكم لو ريزولطا فينال اللي هو هذا. الصراحه كيجيو البنات رائعين ولذاذين بزاف. البليغات كنصفهم وكنديروا فوق منهم شويه ديال الزنجلان اللي كيكون طري باش هكا كيبقى يبان داك لو غابيل وكيجيو لذاذين ومعسلين البنات بزاف. كنتمنى هذا الفيديو اللي شاركت معكم اليوم
نال الاعجاب ديالكم، وكلكم جربوا البليغات بالزنجلان بالطريقه اللي شاركت معكم. الى اول مره غتشوفوا لاشين ديالي مرحبا بكم، ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد بخصوص تحضيرات شهر رمضان وبخصوص الشهيوات والمملحات اللي غادي نشارك معكم اوسي. انا الصراحه في رمضان شوي ترو صالي، يعني كنبغي المملحات اكثر، ولكن هاد الحلويات بحال هكا وهاد المعسلات ضروري في شهر رمضان، ضروري في طبيله الفطور. بليغات بالزنجلان، الشباكيه، سلو، كل واحد بريوات اوسي نقدر نشاركهم معكم مع تيسير الله ومع الموجود ان شاء الله. غنحاول نشارك معكم اي حاجه صوبتها. كنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وقولوا لي في لي كومونتير كي جاوكم بليغات ديالي. صراحه جاو لذاذين بزاف، ما كرهتكمش نفرق عليكم الطبيسيل وحده بوحده، ولكن الله غالب. مي راه والله الا الطريقه جد سهله ومبسطه وباينه، يعني ما صعابين ما حتى شي حاجه، غير زعموا وان شاء الله يصدقوا معكم وتذوقوهم بالطريقه اللي شاركت معكم. كنشكركم مره اخرى، تهلاو ليا في راسكم، اي تري بيانتو ان شاء الله باذن الله. وغادي نشارك معكم فيديوهات جايين اللي كيخصوا التحضيرات واي حاجه عندها علاقه بالشهر الفضيل. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. الله يسهل على الجميع. Je vous envoie de gros bisous et à très bientôt ان شاء الله.